هي الناس اللي في البيت ديت راحت فين؟ يا شربات، انت يا شربات. ايوه يا سي همام، تأمر يا سي همام، تأمرني بإيه؟ بقالك ساعة في المطبخ يا شربات، عم تجهزي ايه؟ وهو الأكل هيجهز في ساعة برضه يا سي الحاج؟ إن شاء الله على ما تخرج وتيجي يكون الأكل جاهز. وعامله لنا ايه النهارده من ايدك الحلوة ديت؟ يوه، ما تكسفنيش بقى يا راجل. عاملة لك فتة بالخل والثوم على شوربة المواسير، تاكل صوابعك وراها. مواسير؟ يعني كمان مش لحمة؟ ماشي الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا حلو. انا هخرج ساعة زمن واجي الاقيكوا خلصتوا كل الوكل. تروح وترجع بألف سلامة يا نضري، والله هتوحشك قوي. هه يلا سلام عليكم. مع ألف سلام، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة، يا رب يحبب فيك خلقه. ما خلاص بقى يا ولية، انت هتشحت ولا ايه؟ أما شوفي كده البت أحلام دي خلصت ولا ايه؟ يا أحلام. أيوة يا ماي، بتزعجي كده ليه؟ خلصت اللي قلتلك عليه ولا لسه يا أحلام؟ ساعة زمن وأبوك هيجي عايز الواكل. والله شغالة يما بإيدي وأسناني، هعمل ايه؟ حمرت العيش، حمرته. فصصت التوم، فصصته. قشرتيه، قشرته. طبخت الرز، طبخته. شاطرة يا أحلام، خشي بقى يا حبيبتي اغلي الشوربة واعملي لنا شوية ملوخية من ايديك الحلوين على ما ابوك ياجي. حاضر حاضر يماي. سلام عليكم. وعليكم السلام يا سي همام، رجعتك بالسلامة، رجعت لي روحي. ايه هي؟ شوية الدقايق دول عدوا عليا كأنهم سنين. ايه هي؟ ربنا ما يحرمني من طلتك ولا دخلتك علي. ايه هي؟ ده ايه الكلام الحلو ده؟ ما تكسفنيش بقى يا راجل. ها جهزتوا الوكل ولا ايه؟ ايوه طبعا، حالا يكون الوكل جاهز وموجود. يا احلام. في ايه يا ولية بالراحة، سرعتيني. معاش اللي يسرعك يا همام. الحمد لله على السلامة يا بوي، الأكل جاهز حالا هحطه على الأكل أنا وأختي ابتهال. الوكل جميل قوي، تسلم ايدك يا شربات. بالهنا والشفا يا نور عيني. ده أنا اللي عاملة الوكل كله. ما تكبري مخك يا أحلام، ما انت عارفة بقى الحب ولع في الذرة. ذرة ايه يا بنتي، ده الحب ولع فيه يعني، أعوذ بالله. انا همشي بقى انا يا شربات عشان عندي اجتماع عمل على القهوة. ماشي، روح ربنا يوفقك ويفتح لك البيبان المقفلة. تسلم يا ست الستات، يلا سلام عليكم، هتعوزي حاجة؟ عايز سلامتك يا نور عيني. ما خلاص بقى يا أحلام، هتطرشقي ولا ايه؟ مش عارفة أنا أبوك وأمك دول عايشين لي في قصة الحب الممنوع. اسمه العشق الممنوع. أيوة أيوة، ما هو أنت مش فالحة تتفرجي بس على التركي بتاعك ده. أنت هتقلبي عليا ولا إيه يا أحلام؟ ما تشطرتش عليهم، هتشطر عليا. طب يلا 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 نشطب شوية المواعين اللي في المطبخ دي. سلام عليكم. ايه اللي حصل لك يا سي همام؟ مال صوتك يا اخويا كفل الشر. خير يا بوي، مال صوتك؟ انا مش عارف ايه اللي حصل لي، انا من ساعة ما قمت من اجتماع العمل ده وانا صوتي عامل كده. صوتك بقى عامل زي العرسة يا بوي. اتحشم يا ابتهال، عيب اللي بتقوليه ده. انا اسفة. انتوا عمالين تتريقوا عليا، ما تشوفوا انا مالي. قوم يا بت، قوم يا بت يا احلام، اعملي لي شوية ينسون. قومي يا احلام بسرعة بسرعة يا حبيبتي، اعملي لابوك شوية ينسون يمكن صوته يرجع. حاضر يا بوي، من عيني، الف سلام عليك. اتفضل يا بوي، عملت لك كوباية ينسون بالزنجبيل، ان شاء الله هتخف عليها وصوتك هيرجع احسن من الاول. يا رب يا احلام يا رب، اصل صوتي بقى مسخرة. في تحسن ولا لا يا حاج همام؟ قول لي طمني، قلبي متوغوش عليك. لسه صوتي زي ما هو يا شربات، يا وجع مربربة. ايه اللي حصل ده؟ انا مش هعرف كده اخرج برا البيت، يقولوا ايه؟ انت شربت حاجة يابا في اجتماع العمل دوت؟ ايوه يا احلام يا بنتي، انا شربت كوباية شاي، بس انا طول عمري بشرب شاي، اشمعنى يعني هيحصل كده دلوقتي؟ ما تخافش يا بوي، انا هحقق في الموضوع ده ومش هسيبه الا لما اعرف ايه اللي جرى لصوتك. اتفضل يا بوي. ده ايه ده يا احلام؟
انا قريت وبحثت على الانترنت ولقيت ان عصير التفاح بيشفي ويخلي الصوت جميل ويرجع زي الاول. هنجرب. وهيعمل ايه التفاح في صوت اللي راح؟ عليه العوض ومنه العوض. انا خلاص ما عدتش هطلع برا البيت تاني، هيقولوا عليا ايه؟ قلبت وبقيت ست. بطل بقى يا اخويا شغل النحنحه ده، هتعمل لنا فيها دراما كوين. اتحشم يا ولية، ايه دراما كوين دي؟ عيب عليك كده، هو انا عشان صوتي سرسع شوية تقوليلي كوين؟ امال اقول لك ايه يعني؟ اقول لك دراما كينج؟ انا مش عارفه انت مش ماسك نفسك كده ليه؟ استرجل كده يا حاج. لتاني مرة بقولك اتحشم يا شربات بدل ما اكتم رقبتك دلوقتي. ما تقدرش. الله مطولك يا روح، اعمل فيكي بس انا ايه دلوقتي؟ انت مفكر عشان صوتي راح، بس انا دراعي لسه موجود. استهدوا بالله يا جماعه، عايزين نشوف حل، مش نقعد نعاير ونقطم في بعض. يا خسارة يا شربات، هو ده الحب اللي انت هتحبهولي؟ انا اسفه يا سي همام، حقك عليا يا اخوي، انا بس متنرفزه عشانك. انا لازم اعرف ايه اللي عمل فيا كده. قول لي يا بوي، انت ليك اعداء ولا حاجه؟ متخانق مع حد ولا حاجه؟ ايوه يا احلام يا بنتي، انا مرة اتخانقت مع الولا القهوجي ده علشان كان عاوز يزود الاسعار ويغش الناس، فاتخانقت معاه. وكمان كنت متخانق مع صاحب القهوة، بس دلوقتي بقينا حبايب. ومين تاني يا بوي ما اتخانقتش معاه؟ انت متخانق مع الناس الاساسيه اساسا. بس برضه يا بنتي هيأذوني ليه؟ استنى بس يا بوي، ما هو ده اللي انا بفكر فيه. افتكر كده تاني يا بوي، لا تكون متخانق مع حد ولا حاجه. ايوه افتكرت، متخانق مع عمك سميدة وعمك حميدة وستك زبيدة. ايوه يا سي همام، ونسيت خالك فتوح وعمك ممدوح، ده انتوا متخانقين مع اهل الكفر كلهم. وبعدين يا احلام، احنا هنعرف مين اللي هيأذي ابونا؟ ده الكفر كله عايز يأذيهم اكيد. ده طلع متخانق مع الناس كلها، انا لازم استجوب واحد واحد فيهم، ممكن يكون حد حابب يخلص طاره ولا حاجه. ايه اللي انت عاملاه ده يا احلام؟ هس هس، ما تقوليش احلام، انا متنكره، قولي لي اي اسم تاني. هو يعني كده محدش هيعرفك؟ ايوه، مش شايفاني يا بنتي متنكره كويس اهوت؟ يلا يلا تنكري انت كمان، انت هخليك اسمك احلام وانا هخليني اسمي ابتهال، وكده محدش هيعرفني. ماشي، اما نشوف خطتك دي هتودينا لحد فين، ربنا يستر ما يقبضوش علينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عسلية انت وهي، تأمروا بإيه؟ شاي، عايزين كوبايتين شاي لو سمحت. من العندي قبل العندي يا نور عيني، اتفضلوا اقعدوا، حالا هيكون الشاي عندكم. وبعدين يا احلام، انت مش شايفه الراجل ده عامل ازاي؟ هتستجوبيه ازاي القهوجي ده بقى؟ يا بنت اتجالي بقى وبلاش توترينا. لو عايزين تعرفوا ايه اللي حصل لابوي، تابعوا معانا الجزء الثاني، ويا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس.